مرحبا شباب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. هذا الفيديو شرح بسيط على الأورج 2016. فقبل لا أبدأ الشرح أرجو منكم متابعة الفيديو حتى تفتهم على الأورج 2016. يعني مثلا واحد أول مرة ينزل البرنامج وما يعرف يعني مثلا شنو سيت شنو ملف، ما يعرف يضيف لا السيت ولا يعرف يضيف الإيقاع ولا الصوت، وما يعرف يدخل على ضبط الإعدادات. فحبيت أسوي هذا الفيديو لأن أكو هواي شباب يرسلون على الفيسبوك ويسألون على البرنامج، فحبيت أسوي هذا الفيديو التعليمي اللي أرجو منكم متابعة الفيديو بالكامل. أول شي نجي للبرنامج. البرنامج مخلي أنا 2 روابط أسفل الفيديو، رابط نسخة عربية ونسخة أجنبية. النسخة الأجنبية تشتغل على جميع الأجهزة، على أي جهاز تشتغل النسخة الأجنبية، بس النسخة العربية أكو بيهن بعض الأجهزة ما يشتغل عليهن، حتى إذا كان جهازك حديث أكو بيهن بعض الأجهزة ما يشتغل عليهن. أنا جهازي نوت 4 يشتغل عليه البرنامج، بس أكو بعض الأجهزة ما يشتغل عليهن، مثل نوت 3 ما يشتغل عليه، حتى إذا حديث ما يشتغل عليه. فإذا ما يشتغل عندك جرب النسخة الأجنبية، راح يشتغل البرنامج عندك. فقط اللي متغير بيه بس النسخة اللي هاي عربية وهاي أجنبية، ما متغير أي شيء، بس اللغات متغيرة. هسه نجي لإضافة السيت. مثل أنت منزل البرنامج وتريد تضيف السيت، دخلت على البرنامج تختار هاي الكلمة السيت اللي جاية أشر عليها، هاي بالعلامة البيضاء اللي مكتوبة سيت بالإنجليزي جاي أشر عليها، تدوس عليها. تدوس تختار هاي الحافظة، تدوس على هاي الحافظة، تدوس على هذا السهم. إذا كنت منزل السيت تروح الحافظة الداونلود، إذا كنت منزله تروح الحافظة اسمها داونلود، تدور هنا تدور عليها، هاي الحافظة مكتوبة داونلود بالإنجليزي، هاي اللي جاي أشر عليها. من تدوس عليها راح تلقى السيت هنا، هذا السيت تدوس عليه ينضاف عندك. هذا السيت من تضيفه راح يصير عندك بأصوات ودقات، دقات مال معزوفة ومال موال، هواي دقات بيه، ويعني تلقى بيه شغلات كلش حلوة، أصوات وإيقاعات كلش حلوة تلقى بيه. هسه نجي لإضافة الصوت. تختار هاي كلمة الليست، هاي كلمة الليست اللي بالإنجليزي، تدوس عليها، علامة الموسيقى هاي تضغط عليها، تضغط على هذا السهم. إذا كنت منزل الأصوات تضغط على هذا السهم، تضغط أيضا على السهم الثاني هذا، تروح للحافظة اللي منزل بيها الأصوات. أي شي منزله، إذا كان برنامج لعبة ملف أي شي منزله تلقاه بالحافظة مال الداونلود، هاي الحافظة أي شي منزله تلقاه بهاي الحافظة، تضغط عليها راح تلقى الصوت هنا، هذا الصوت تضغط عليه راح ينضاف عندك. الإضافة الإيقاع هم نفس الشي، تضغط على هاي الليست، هاي العلامة اللي جاي أشر عليها، على علامة الزائد هاي تضغط عليها. السهم الثاني تروح لحافظة الداونلود، هاي الحافظة إذا كنت منزله، بس إذا منزله وناقله بغير حافظة تروح للحافظة اللي ناقل بيها الملف لو الإيقاع لو الصوت راح تلقاه. إذا أنت كنت منزله وناقله، المهم إذا منزله وما ناقله تلقاه بهاي الحافظة، تضغط عليها راح تلقى الإيقاع هنا، تدوس عليه ينضاف عندك. هسه نجي لضبط الإعدادات. هذني الخطوط النقط الثلاثة اللي جاي أشر عليهن، تدوس عليهن، تدوس على هاي العلامة، هاي العلامة تدوس عليها، هاي الدائرة. من تدوس عليها راح تطلع لك هنا، هنا حفظ السيت هاي مكتوبة. هاي إذا كانت بنسخة أجنبية عادي ماكو فرق، كلها نفس الكتابات، بس شنو اللغة متغيرة. هاي هنا تضغط علامة الصح حتى من تخرج من الأورج ينحفظ عندك السيت. أما الباقيات ما لك علاقة بين هذني. تضغط على هاي الثانية، لوحة المفاتيح مال الكيبورد، هاي الثانية، هاي إذا تشوفونها، هاي هنا تصغير أو تكبير المفاتيح. هاي مثل تريد تخلي على رقم 10 على رقم 13 انت بلي عجبك. هاي هنا مثل من يا درجة تريد تعزف، من يا مفتاح الصول اللا الفا، من أي شي يعجبك تريد تبدي العزف. هاي هنا إظهار الأحرف،
نفس ما قلت لكم، ما لكم علاقة بالكتابات، بس تابع الخطوات كلهن نفس الشي، نفس البرنامج ماكو فرق. هاي هنا إظهار الأحرف، تدوس عليها راح يطلع عندك الأحرف هنا، هذن الأحرف طلعا هذين الأحرف هنا. البادات تضغط على هذا السهم، هذني البادات هنا. هاي من تضيف السيت راح تلقى البادات هنا هذني. احلى تحية هذني البادات. بالنسبة للترانسبوس، هذا الترانسبوس ايضا تضغط على هذا السهم. الترانسبوس هذا مثل تدوس على علامة الزائد لو ناقص، هاي يسمونها طبقة المطرب. انا هذا اللي سمعته، ما اعرف يعني شنو معناها، بس اللي سمعته يقولون طبقة المطرب. مثلا هسه انا جاي اعزف، شوف الصوت شو راح يتغير من اضغط على علامة الزائد. انتبه للصوت شلون راح يتغير من اضغط على علامة الزائد. شوف الصوت شلون يتغير عندي، هاي يسمونها طبقة المطرب. الاوكتاف مثلا هسه انت جاي تعزف، هذا الاوكتاف، هذا الاوكتاف اللي بالزائد والناقص، هذا مضخم الصوت. انتبه وياي هسه مثلا هذا، شوف من تضغط على علامة الناقص شلون راح يتضخم الصوت عندك. تريد تدوس على الزائد راح يصير الصوت يصير يعني مو مضخم، يقل شوية. بعد يعني مثلا شنو هنا، بالنسبة للإيقاعات مثلا عندك هسه هذا الإيقاع، الإيقاعات اكو بهن وياهن فاريشن، يعني مثلا إيقاع ثاني. الفاريشن يعني مثلا إيقاع ثاني. مثلا هسه أنت مشغل هذا الإيقاع، مشغل هذا الإيقاع. الإيقاع الثاني ماله تضغط على هذا رقم 2، هذا رقم 2. الإيقاع الثالث، هذا الإيقاع الثالث ماله. والإيقاع الرابع اكو بهن مثلا بس 3 مخلين وياه، اليوم مخلين بس 2. شوف هسه مثلا أنت مشغل هذا، راح أغير على الإيقاع الثاني ماله. شوف هذا مثلا الإيقاع وياه 3 إيقاعات. هسه مثلا هذا الإيقاع الثاني، مو هذا. شوفوا الإيقاع الثاني ماله، راح أدوس على رقم 2. هذا الإيقاع الثاني ماله التكملة، يسمونه فاريشن. وعندك هنا مثلا هاي الستايل، هاي اللي بالنص اللي جاي أشر عليه، هاي مضخم الإيقاع. هسه مثلا أنت مشغل الإيقاع، انتبه وياي، شوفوا شلون تضخم عند الإيقاع، صار ضخم. انتبه وياي من أدوس عليها شلون الإيقاع راح يصير عالي كلش شوي. وعندك هاي من تدوس عليها إذا كنت أنت مثلا تعزف ومشغل إيقاع، من تدوس على هاي تنهي العزف مالك. يعني مثلا من تريد تنهي العزف تدوس على هاي. هسه مثلا انتبه شلون أنا مشغل الإيقاع وراح أدوس عليها. شوف شلون انت. وهاي اللي مكتوبة تيمبو، هاي سرعة الإيقاع. هاي سرعة الإيقاع، تخلي على هاي التيمبو، هاي اللي مكتوبة تيمبو، هاي معناته سرعة الإيقاع. وتدوس على علامة الزائد والناقص تسرع الإيقاع أنت من يمك. شوف شلون راح أسرع الإيقاع باو. شوف الإيقاع شلون صار سريع عندي. راح أخليه مثلا على 96.
هاي سرعة الإيقاع. هسه نجي للصدى. الصدى هذا اللي مكتوبة كيب، هاي اللي مكتوبة كيب، ضغطة مطولة عليها، هذني الخطوط الثلاثة تدوس عليهن. هذا هنا الصدى مال الصوت. ركز وياي باو. هسه مثلا انا مخليه، راح اخليه هيك. ركز وياي باو. شوف انتبه، شوف الصدى شلون صار. ركز وياي، شوف الصدى شلون صار. شوف هسه راح اغيره، شوف شلون راح يتغير عندي. ترجع عليها ضغطة مطولة، الخطوط الثلاثة هذني، شوف شلون راح يتغير عندي. انت بكيفك، من انا تغير بهاي بهاي باللي يعجبك انت. المهم اللي تريده يكون لازم تضبطه هنا بالعزف تريده انت. شوف شلون راح يتغير عندي. شوف الصدى شلون صار. هسه نجي هاي الكلمة اللي مكتوبة نورمال. هاي اللي مكتوبة نورمال، هاي الكلمة هاي من تدوس عليها التشريق كله يروح من عندك، يعني يصير بدون تشريق على البيات. إذا دست هاي الكلمة هسه أنا دست عليها التشريق كله راح. يعني مثلا إذا كان مشرق على بيات الري، لو مشرق على بيات الصول، لو على مقام صبا، هذني التشريق كله راح يروح. تريد مثلا تشرق، تريد تشرق، تضغط على هاي كلمة السيت. إذا أردت تشرق تدوس عليها، ذني الخطوط الثلاثة، هاي لوحة التشريق. هذا حرف الإي، وهذا يسمونه الربع، وهذا حرف البي. هسا خليته على هذا، خليته على رقم 50، هذا الرقم، وهذا حرف الإي على رقم 50 صار على بيات الري. من تميل هذا البي، هذا من ترجعه كما كان على الصفر، وتشرق هذا يصير على بيات الصول، يصير على بيات الصول. وبالنسبة لصبا زمزم، اكو صبا زمزم الهواي مقامات بدون تشريق، وصبا عادي، صبا اللامي. المهم ما اعرف انا شنو معناتهن هذني، لان انا عازف مبتدئ وما عندي اورك حقيقي، فما اعرف المقامات كلهن. المهم مثلا تريد تضيف المقام، اذا عندك مقامات وضايف للحافظة الخاصة مال الاورج. المهم اذا عندك مقامات فقط، بس اذا ما كنت ناقلهن بالحافظة مال الاورج، تنقلهن، تدخل على الحافظة مال الاورج، بس تدوس نقل وتنقلهن بها. من تنقلهن تدخل على هاي الكلمة اللي مكتوبة اوبن، تدوس عليها، راح يطلع عندك المقامات هنا. أنا رأسة خلي اعلمكم عليها. مثلا انت هسه منزل المقامات، منزل المقامات، منزل مقامات. هذني المقامات هنا وين؟ هاي اللي مكتوبة سيستم، هاي مال المقامات. تسوي لها نقل، واحدة تخزين جاز، الحافظة مال الأوركاية، تعطي نقل هنا للمقامات تنقلهن. أنا موجودات عندي فأعطيهن استبدال. من نقلت المقامات تدخل على هاي الكلمة. إذا تريد تغير المقام مثلا على بيات الصولو، على أي مقام يعجبك، دوس هاي كلمة الأوبن، راح تلقى المقامات هنا. هذني. أتمنى الشرح يجيكم إن شاء الله. هذا اللي أعرفه أنا، اللي أعرفه يعني بعد أكثر على بشغلات أكثر أشرح لكم إذا عرفت بي. وأتمنى الشرح يفيدكم إن شاء الله. تحياتي لكم، حمزة أوري.